السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الكرام. اليوم غادي نشارك معكم هاد الكيكة اللي غتهنيك من الكيكات كاملين، شي حاجة اللي رفيعة البنات، شي حاجة اللي لذيذة بزاف. كيكة ديال البرتقال اللي كتجي ولا أروع ولا أروع، كتجي خطيرة البنات في المذاق. ما غاديش نطول عليكم، خليكم معايا ونبداو الطريقة والمقادير على بركة الله وفرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات، عندي هنا برتقالة من طبيعة الحال من بعد ما نظفتها مزيان. البرتقالة كتكون ديال العصير اللي كيكون الجلده ديالو او القشره ديالو كتكون رهيفه. صافي حيدت هذيك النباتة اللي قطعتها، حيدتها كنقطعوها اطراف او مكعبات كيف ما بغيت ديروا ليهم ديروهم، لان حنا غادي نطحنوهم في الخلاط. صافي غادي نقطع هاد الكيكه البنات. هاد الكيكه كتجي خطيره في المذاق، كتجي ولا اروع ولا اروع. حقا اللي داقا عندك غادي يسولك يقولك اشنو المقادير ديالها. بطبيعه الحال كتجي قلت لك الشكل ديالها، قلت لكم الشكل ديالها والمذاق والخفه البنات واللون اللي فيها. غادي نبقى نمجد لكم فيها، ولكن صدقوني جربوها وخلوا لي في الكومونتير وغادي تشوفوا الكيكه ديالي علاش كنهضر. صافي هنا من بعد ما قطعتها وضعت ليها كاس معامرش ديال السكر حبيبات. هنا الحلاوه كتبقى دائما على حسب الذوق وعلى حسب كل واحد شنو كيعجبو. اللي يعجبو الحلاوه يضيف السكر، واللي ما كيعجبوش فهي كتجي الحلاوه هي هذيك مع كاس معامرش ديال السكر. هنا كاس انا عبرت به هو اللي غادي نعبر به السكر، عفوا هو اللي غنعبر به الزيت، غنعبر به الدقيق، غنعبر به العصير. هذا هو اللي غتاخذوه لاباس ديال الكيكه ديالكم. الكاس اللي عبرتو غادي تمشيو على الطريقه كامله. هنا البنات انا وضعت طحنتها بداك الميكسور، ما طحنش ليا مزيان، وضعتها انا في الكاس ديال الخلاط. ضفت ليها كيس ديال فاني، 4 البيضات. البيض كاس كبير اللي عبرت به الزبادي هو اللي غنعبر به، كاس ديال زيت المائده كنوضعو كله في الخلاط هنا. كاس ديال الزبادي او كاس ديال الراي مسوس هنا كنضيفو، حتى هو كيعطي واحد الخفه الكيك ديالنا. احنا كنا هنا كنعرفوا كيفاش نصوبوا الكيك، كل واحد كتعطي الفكره ديالها، ربما كتكون شي فكره اضافيه اللي كتنفعكم. هنا كاس عفوا هنا كاس ما كاملش ديال عصير البرتقال، لو جيس ديال البرتقاله. صافي كنضربهم في الخلاط مزيان حتى كيعود يبان ليك خليط ليس، ما تيبقاش يبانوا دوك القشور ديال البرتقال. فالبنات هذوك القشور ديال البرتقال كيعطيها واحد البنه وكيعطيها واحد اللون الكيك ديالنا. غادي تقول لي غتجي مره، ما كتجيش مره، لان هذا هاد البرتقال تيكون كيف كتلاحظوا هنا. البرتقال ديال العصير تيكون القشره ديالو رقيقه رهيفه بزاف. شوفوا ما شاء الله اللون، اللهم بارك اللهم بارك، تيجي فيها اللون رائع رائع. هنا نص معلقه صغيره ديال الملح لتعزيز الذوق. عندي هنا 3 الكيسان. غادي نشوف واش غادي تقدني هذوك 3 الكيسان اللي عبرت بهم. قلت لكم اللي عبرت بهم الزبادي او عبرت بهم الزيت هو اللي غنعبر به، اللي عبرت به الدقيق. هنا وضعت 3 الكيسان، غادي نشوف على حسب الحجم ديال البيض. ربما البيض بعد النواه تيكون كبير ما كيهزلكش 3 الكيسان، كاين اللي كيهز لك اكثر من 3 الكيسان. فهنا انا هزت لي 3 الكيسان وواحد شويه، ضفت واحد شويه تقريبا واحد 2 معالق ديال الدقيق ضفتهم على هذاك الخليط اللي عندي. صافي هنا كنخلط مزيان غير بالطراب اليدوي كيف كتلاحظوا هنا. هاد الكيكه البنات كتجي هشيشه وكتجي البنه، كتجي خطيره خطيره في المذاق. الحقيقه النتيجه صدماتني البنات، صدماتني. هنا عندي كيس، عندي 2 اكياس ديال الخميره. انا وضعت واحد، احنا هنا عندنا من الحجم 15 غرام، فانا ضفت عفوا كيس ونص، تقريبا 23 غرام. 23 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. وعندي معلقه كبيره ديال الخل غادي نضيفها. غتشوفوها حتى هي ضفتها. شوفوا هنا انا ضفت كاس ديال عفوا معلقه ديال الخل كبيره، وكنخلط الخليط ديالي مزيان. كنا كنعرفوا كيف كنقولوا دائما الكيك كيف كنصاوبوه، غير كل وحده والطريقه ديالها. صافي انا هنا ضعت 3 الكيسان وضفت ليهم 2 معالق، غتلاحظوا هنا 2 معالق كبار ديال الدقيق. الكيكه ديالنا كيف كنعرفوا كان ملي صافي ما كتحتاج الدقيق كنديروا ديك العلامه ديال 8 من الفوق بداك الخلاط اليدوي، كنعرفوها بلا صافي مزيان، ما كنبقاوش نضيفوا لها الدقيق. انتم هنا شوفوني راه ضفت هنايا تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الدقيق، زدتهم على 3 كيسان، لان عندي الحجم انا ديال البيض شويه كبير.
صافي هنايا انا وجدت الخلاط، عفوا وجدت المول اللي عندي، دهنته مزيان بالزيت وغبرته مزيان بالدقيق باش الكيكه ديالي ما تلصقش ليا. ولو عفوا ولو المول تيكون ما كيلصقش، فمن الافضل دهنو. هنا دهنته مزيان كيف كتلاحظوا. هنا غادي نخوي الخليط ديالي في المول، وغادي ندخلو الفران. عاد غادي نشعل الفران البنات. انا ما كنشعلش الفران حتى كيسخن عاد كندخل الكيكه ديالي، لا انا كندخلها وعاد كنشعل الفران على 160 درجه، 160 165. كنخلو الكيكه ديالنا حتى كطيب مزيان. انا خدات لي هنايا تقريبا 45 دقيقه اللي خدات لي، خليتها طابت على خاطرها. من بعد ملي كطيب كنجبدوها كنقلبوا، ما نبقاوش كل ساعه نحلو ونسدو، لا نخلوها حتى كطيب تتبنى من الدجاجه ديالنا راه طابت. نقلبوها بالسكين تنعرفوها طابت ونخلوها حتى كتبرد وكنحيدوها من المول ديالنا. هنا البنات اللي كاينه المفاجاه، هنا في هاد الصوص البنات ديال البرتقال اللي كيجي رائع، اللي كيضيف لنا الكيك ديالنا واحد المذاق، واحد البنات واحد المذاق خطير خطير خطير. هنا كاس كبير ديال عصير البرتقال. عندي هنا معلقه ونص ديال مايزينا. هنا ما ضفت لا ما لا والو البنات، غير البرتقال بوحدو. وعندي هنايا شوفوا كتلاحظوا هنايا غادي نخلط كلشي على البارد، عاد غنوضعهم فوق النار. عندي معلقه هنا كبيره مقبه ديال السكر هنا البني، حتى انا حتى عندي السكر البني هو اللي درتو. الا عندكم السكر الاخر كديروا السكر الاخر ماشي اجباري. عندي هنا لوجيس ديال البرتقاله كنخلط مزيان بالطراب اليدوي. وكنضيف البنات هنايا مع عفوا كيس ديال فاني ديال السكر او نكهه البرتقال اللي عندكم. هنا كنضيفو انا كاضافه، هو كيزيد واحد المذاق مع البرتقال، اندماج مع البرتقال كيجي لذيذ بزاف. هنا ضفتو كيف كتلاحظوا هنايا، وغادي نوضعهم فوق النار حتى ومع التحراك فوق النار حتى كتبان لي بدات كطلع فيهم الغليه وبدا كيطلق يتقال الخليط ديالنا، وكنحيدو من النار وكنخليه حتى غيبرد. غادي نشوفوا كيفاش غادي يكون. هنايا شوفوا الكيك ديالنا ما شاء الله ملي طابت. البنات ملي كتخلوها طيب على خاطرها ما كتطرطقش لكم الكيكه ديالكم، كتكون تتبقى صامته، كتبقى تجي زوينه. هنا حيتو بسهوله كتشوفوا ملي كدهنوا المول ديالكم. شوفوا الصوص ديالنا كيف كيجي البنات لذيذ 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 بزاف. هذا كنحتاجوه نديرو في الكيكات الصغار، كنديرو فيه بحال دابا هادي اي حاجه كنوعو نقدروا نغيروا. بحال درنا ديال الحامض نغيروا هذا ديال الحامض، درنا شي نوع اخر ديال الفواكه نغيروا، تيبقى لاباس ديالها هو هذا. صافي كنوضعها فوق الكيكه ديالي وغادي نزينها. انا عندي البرتقال معسل غادي نزينها. تدخلوها هكاك بغيتو تزينوها بالبرتقال تقطعوا برتقاله وكتزينوه. هو في الحقيقه الزين تيبقى على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب كل وحده كيف كتزين البرتقال عفوا الكيك ديالها. هنا شوفوا من بعد سبحان الله العظيم هذاك الصوص اللي انا درناه من الفوق اللي ضفنا على البرتقاله كيعطيها واحد الجمال ديال الكيك ديالنا، وكيعطيها بنه على بنه كيزيدها. اش غنقول لكم البنات، هاد الكيكه في حقها خطيره 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 جات. صافي كنقدموها بالصحه والراحه. هنا شوفوا ملي قطعتها شوفوا كتجي اشفنجيه، كتجي خفيفه، كيجي اللون ديالها خطير. والبنه البنات البنه في الحقيقه كيف قلت لكم انا سبق النتيجه صدماتني. وكان هذا هو نهايه الفيديو اللي حضرت معكم اليوم ديال الكيكه ديال البرتقال اللي كتجي الشكل والمنظر وكتجي اشفنجيه وكتجي رائعه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ونال الاعجاب ديالكم، نكون فدتكم بشي حاجه وما نكونش طولت عليكم فيه، ونكون خفيفه على قلوبكم. والى فرصه قادمه ان شاء الله. في امان الله، مع السلامه.